سؤال يراودني. سلام ونعم وبركة لكل بابا وكل ماما في كل مكان. لما يجي طفلك ويقولك المستير من بق البق، مش ده يجيب كورونا برضو يا ماما؟ طبعا هو مش بيقول المستير، هو بيقول المعلقة، وممكن يقول السؤال بشكل مختلف. انا بقرف من معلقة التناول عشان بتبقى من بق البق. ما تتخضيش من الكلام ده. انا عارف ان زمان ما كناش بنفكر بالطريقة ديت وبالشكل ده، بس حروب الشيطان في اليومين دول بتعتمد بشكل اساسي على دخول العقل في الايمان، مع ان الايمان حاجة اعلى من العقل. وعشان ما ندخلش في تفاصيل، تعالوا نجاوب السؤال ده بكل بساطة. لان الطفل الصغير ما تعرضش الآن في الاسنان، عشان كده ما راحش لدكتور اسنان. ممكن نفرجه فيديو عن دكتور الاسنان ونقول له شايف الحاجات اللي بيحطها الدكتور في بق المريض؟ بعد ما هيخلص المريض ده ويمشي هيحطها في بق مريض تاني، بس بعد ما يكون عقمها. يعني ايه عقمها؟ عقمها يعني حطها في جهاز زي الفرن كده سخن من جوه عشان يقتل الجراثيم اللي فيها، وبعدها يستعملها مرة تانية لعيان تاني ويحطها في بقه. والعيان التاني مش هيقرف لأنه عارف كويس إن الأدوات دي الدكتور عقمها. وأبونا برضه كل مرة يجي يناول بيحط المعلقة في دم المسيح، ودم المسيح بيطهرنا من كل خطية، وكمان بيطهر المعلقة وبيعقمها من أي حاجة ممكن تقرف منها. وفي حاجة موجودة عندنا في البيت برضو كمان احنا اللي بنعقمها، الترمومتر اللي بنقيس بيه الحرارة. مش بحطه أنا في بقي وبعد كده بتحطه ماما وبعد كده بتحطه انت في بقك عشان نقيس الحرارة. بنعمل ايه من بق البق؟ بنحطها في الكحول علشان خاطر تتعقم، وبكده تبقى حلوة ونقدر نحطها في بقنا. وابونا برضو بيحط المستير جوه دم المسيح عشان يعقم المستير، لان دم المسيح يطهر ويعقم. لا في كورونا ولا في حاجة تخلينا نقرف منه، وبكده بيبقى حلو وبنقدر نحطه في بقنا ونتناول منه. احنا بكده خلصنا سلسلة الأسئلة اللي حطيناها من عندنا، وهنبدأ من الأسبوع اللي جاي نرد على أسئلتكم اللي انتوا بعتها لنا. وسلامي لكل بابا وماما وللكنيسة اللي في بيتهم.